السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعين، وأهلا وسهلا بكل حدا متابع جديد دخل على القناة. وبتمنى من كل حدا أول بشوف قناتي يعمل لايك واشتراك. طبعا مثل ما كنا شايفين هون زوجي جاب لي سحارة خضار وقال بدي أعمل منها السحارة أكل طيب وبشربها كمان. لنشوف شو بدنا نعمل بهالسحارة، تابعوني. هون الباذنجانات قشرتن خط بخط، بدي أعمل فيهم مطبق الباذنجان، وفي ناس بتسميها مسقعة. هي مطبق مشهورة كتير بسوريا، من الأكلات الطيبة واللذيذة، تعتبر مقبلات وتعتبر كمان وجبة رئيسية. وهون قسمتها نص هلال أو نص قمر، وبدي أرشلها ملح بس لحتى هيك تنزل شوي من ميتها، وبعدين بدي أقليها. طبعا الملح بيساعدنا انه نتخلص جزء من المي حتى ما يطلع فيها زيت. بعدين بدي اقليها وبدي اطبخها، بشوف التفاصيل. هون عم بقليها بالزيت، طبعا هي بدها زيت غزير. اول شي بحط نص كاسة زيت زيتون، نص كاسة شاي زيت زيتون، ونص كاسة شاي زيت نباتي. بحط البصل بقلبه، بعدين بحط البصل بس دبلت عندي البصلة، بحط كام سنتوم، وبحط قرن فلفل بحاله، فلفل خضراء بتحبوها حدة أو حلوة على كيفكن. وبحط كمان قرن فلفل خضراء مفروم. الفلافل بتعطيها طعم كتير طيبة، لا تستغنوا عنها. وهيك بحركهم لحتى يدبل شوي، بعدين بضيف البندورة. هون حطيت البندورة المفرومة، مفرومة وسط، لا خشنة كتير ولا ناعمة كتير، وسط. بحطها فوقهم، وبحط كمان معلقة كبيرة دبس البندورة أو مية الفرنجي. بحركهم على نار متوسطة، بعدين بغطيها وبخليها هيك لحتى تستوي نص استواء أو 3/4 استواء. برشلها ملح وفلفل أسود زي مثل ما كنتوا شايفين، أنا هيك عم بقلبها. وهاي دبس البندورة بحركهم بخليهم يختلطوا سوا، بعدين بغطيها وبعيفها على نار واطية شوي حتى تنطبخ البندورة. شايفين بقلبها تقليب عادي، وبعدين بغطيها. بعد ما طبخت البندورة ضفت عليها الباذنجان المقلي. هلا هيك بحركه شوي شوي حتى ما يخبص كتير، وهيك تعتبر بخليها شي ربع ساعة. بعد ما ضفت الباذنجان على نار واطية بغطيها وبخليها على نار واطية بعد ما ضفت الباذنجان حتى هيك يطبخوا وياخدوا من نكهة بعض. شايفين هيك سماكتها كتير مقبولة. طبعا هاي الأكلة ما فيها مقادير، يعني انتوا بتحطوا نسبة وتناسب. تقريبا أكثر الطبخ ما بده مقدار، يعني بيعتمد على النظر بس. يعني ما فيني لكم كاب بندوراية ولا كاب باذنجاني، انتوا لحالكم بتقدروا. بتحطوا كيلو بندورة وبتشوفوا الباذنجان، تقلوا الباذنجان وبتحطوا حسب استيعاب البندورة للباذنجان. هي من الأكلات الصيفية الطيبة، هي بتتاكل بكل الفصول بس بالصيف لها نكهة خاصة. وهون بدي أعمل لهم سندويشات بطاطا مقلية. حطيت أول شي خبز، حطيت كريمة توم، وهون شطة يلي بيحبها حادة شوي، وبدي أضيف كمان عليها البطاطا. وإذا كمان بتحبوا تحطوا سلطة ملفوف مع مايونيز على كيفكن بتصير كمان طيبة. هلا هون بدي أحط لها كاتشب كمان، وبعدين بدي أحمصها.
هاي السندويشة سهلة سريعة، كمان تعتبر وجبة غداء عشاء فطور، كتير طيبة. طبعا أنا ما رشيت ملح للبطاطا لأن أنا من قبل ملحتها قبل ما أدخلها على القلي بملحها، لأن هاي أول سندويشة عملتها. وهاي هون السفرة النهائية. هذا هو مطبق الباذنجان أو مسقعة الباذنجان مثل ما بتحب تسموها. وهاي مثل رز بحليب، كل ما برد بطيب. كتير طيبة هاي الأكلة إذا كانت باردة. وهاي هي سندويشة البطاطا بعد ما حمصتها، كتير كتير طيبة وسهلة. بدهنها بشوية زيت للسندويشة لحتى تتحمص معي، ما بكتر لزيت، شوية زيت. هاي هيك قسمتها بالنص، كتير كتير طيبة. بتمنى إذا وصلتوا لهون تعملوا لي لايك واشتراك، وقولوا لي لو عندكم هيك سحارة شو بتعملوا فيها أكلات، ذكرونا هيك بأكلات طيبة. وهاي هون رفيقتي بعتلي من قدام بيتها، ما شاء الله عم هيك حديقة قدام البيت، عاملة قهوة وقال مشتهي تشرب القهوة معي. طبعا نحن كل وحدة بكل بلد، إن شاء الله هيك بنجتمع بنشوف بعضنا، وكل اللي مغترب إن شاء الله بيرجع لبلده. طبعا ما في أحلى من هيك قعدة بتشد الروح. والله هن كل حدا في عنده هيك حديقة أو محل يقعد فيه، خصوصا هلا بأيام الربيع بأيام الصيف، كتير حلو هيك القعدات. طبعا هون هاي قناتي، إن شاء الله هيك تكبر فيكن، وبتمنى هيك نوصلها ل1000 مشترك عن قريب. وشكرا لكل حدا عمل لي لايك وكتب تعليق حلو، وشكرا لكل متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.